كأس العالم 2026 رح يبلش، وكنا رح نتفرج ونشوف. بس السؤال الكبير، مين اللي رح يتأهل من هاي المجموعات؟ ومين اللي رح ينصدم بدور المجموعات؟ رح نحلل كل مجموعة واحدة واحدة ونشوف مين الأقرب للتأهل، ومين يلي حيكون مفاجأة بطولة كأس العالم لل 2026. يعني يا شباب، واضح انه كأس العالم 2026 رح يكون من اقوى البطولات يلي مرت على تاريخ كأس العالم. منتخبات قوية ومجموعات نارية، في مجموعات مستحيل انك تتوقع مين يتأهل منها. فاليوم رح نعطي تحليل كامل لكل المجموعات وحدة ورا وحدة مع رأيي الشخصي للمتأهلين من كل مجموعة. لكن قبل ما نبلش بدعوك انك تنزل لأسفل الفيديو، تشترك بقناتنا وتدعمنا بزر اللايك، ولا تنسانا من دعمك ضم المكسيك، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبية والتشيك. صراحة المكسيك عندها افضلية كبيرة، وخاصة انه هاي البطولة هي على ارضها وبين جماهيرها، وكلياتنا بنعرف انه المكسيك خاصة ببطولة كأس العالم بتقدم بطولة كبيرة. منتخب كوريا الجنوبية منتخب سريع وعنده خبرة ومنظم. منتخب التشيك هو بيعد من المنتخبات الأوروبية المزعجة للكبار قبل الصغار. اما منتخب جنوب افريقيا فمنتخب جنوب افريقيا ممكن انه يعمل مفاجأة، لكن برأيي الشخصي بشوفه هو المنتخب الضعيف بهاي المجموعة. توقعي الشخصي انه المكسيك رح يكون اول هاي المجموعة، وكوريا الجنوبية هي رح تحتل المركز الثاني. اما منتخب التشيك فرح ينافس على افضل منتخب ثالث متأهل من دور المجموعات. المجموعة الثانية يلي بتضم كندا، قطر، سويسرا، ومنتخب البوسنة والهرسك. هلا منتخب كندا عندهم جيل كتير قوي ومنتخبهم كتير سريع، فممكن انهم يعملوا شيء انجاز كتير كبير بهاي البطولة، وخاصة انه البطولة على ارضهم. اما المنتخب السويسري صعب انك تستهين بهذا المنتخب، منتخب مزعج كتير وممكن انه يعقد الكبار وممكن انه يعمل مفاجأة. اما منتخب قطر فمنتخب قطر عنده خبرة كتير آسيوية كتير كبيرة، أما بالمونديال خبرته جدا محدودة، يعني المجموعة كتير صعبة على المنتخب القطري. أما البوسنة والهرسك فالبوسنة والهرسك مشاركة مشرفة راح تكون لا أكثر ولا أقل. توقعي الشخصي من هاي المجموعة راح يتأهل كمتصدر لهي المجموعة منتخب سويسرا، أما المركز الثاني راح يكون من نصيب منتخب كندا. المجموعة الثالثة اللي بتضم البرازيل، المغرب، اسكتلندا وهايتي. هاي المجموعة يا صديقي هي مجموعة نار بكل معنى الكلمة. طبعا البرازيل بكل مونديال مرشحة هي دائما للحصول على اللقب. اما منتخب المغرب فمنتخب المغرب بعد الانجاز الكبير اللي عمله بسنة 2022 صار مطلب من العالم قبل ما يكون من العرب انه يحقق انجاز بهاي البطولة. اما منتخب اسكتلندا هو قوي من الناحية البدنية، لكن المنتخب المغربي هو اسرع واقوى. بتوقع الشخص المتأهلين على هاي المجموعة البرازيل كمتصدرة للمجموعة والمغرب كالمركز الثاني، لكن ممكن المغرب تتصدر المجموعة وتفاجئ الكل إذا فازت بالمواجهة المباشرة بينها وبين السامبا منتخب البرازيل. المجموعة الرابعة يلي بتضم منتخبات أمريكا، البرغواي، أستراليا والمنتخب التركي. طبعا يا صديقي مثل ما شفت هاي المجموعة مجنونة جدا. منتخب الأمريكي عم يلعب على أرضه وعنده جيل كتير قوي وعنده إمكانية إنه يوصل لبعيد. أما المنتخب التركي فبرأيي الشخصي إنه ممكن يكون الحصان الأسود للمونديال مونديال 2026. أما توقعي الشخصي للمتأهلين عن هاي المجموعة، أنا بتوقع أنه أمريكا المركز الأول وتركيا هي المركز الثاني. المجموعة الخامسة اللي بتضم منتخب ألمانيا، ساحل العاج، والإكوادور وكراساو. طبعا يا صديقي المنتخب الألماني يبقى هو المنتخب الألماني حتى لو كان بأضعف حالاته ومو بأفضل أيامه، يعني ألمانيا هي ألمانيا. أما منتخب ساحل العاج فكلياتنا بنعرف ساحل العاج أو كوتيفوار. هذا المنتخب كتير قوي من الناحية البدنية ومن الناحية الجسدية وحتى من الناحية العقلية. أما منتخب الإكوادور ما هو منتخب الإكوادور مثل أيام زمان، يعني مشاركته ممكن تكون مقتصرة على مركز ثالث أو أفضل مركز ثالث. أما كوراساو فهي أول مشاركة له بكأس العالم، ومشاركته هي إنجاز كتير كبير من غير ما يعمل أي شيء بدور المجموعات. توقعي الشخصي إنه ألمانيا رح تتصدر هاي المجموعة، أما منتخب ساحل العاج رح يكون محتل المركز الثاني للمجموعة الخامسة. أما إذا رحنا للمجموعة السادسة فراح نلاقيها بتضم هولندا، اليابان،
تونس والسويد. المنتخب الهولندي بعناصره كتير قوية وبترتيبه العالمي كتير قوي ومدربه كتير قوي، ممكن انه ينجز انجاز كتير كبير، لكن ما بحس انه ممكن يعدي اكثر من دور ربع نهائي او نصف نهائي. منتخب السويد بعناصره الشابة وبلعيبته وبعقليته الجديدة ممكن انه يعمل شيء. المنتخب الياباني اثبت للعالم انه ممكن يقدر يهزم اكبر منتخب اوروبي او غير اوروبي. اما المنتخب التونسي فالمنتخب التونسي عادته بكل كأس عالم بيشارك فيها بيقاتل حتى الرمق الاخير والدقيقة الاخيرة. توقع المتأهلين عن المجموعة السادسة: المنتخب الهولندي كمتصدر للمجموعة، والكمبيوتر الياباني منتخب اليابان وصيف لهي المجموعة. المجموعة السابعة يلي بتضم بلجيكا، مصر، ايران ونيوزيلندا. طبعا منتخب بلجيكا عنده كتير خبرة كتير كبيرة بكأس العالم، وشفنا يلي عمله خاصة بمونديال 2018، لكن الجيل الذهبي تبع جيل منتخب بلجيكا انتهى او خلص بنسبة كتير كبيرة. منتخب مصر ممكن انه يفجر مفاجأة كتير كبيرة بهاي البطولة، خاصة بعقلية المدرب حسام حسن، وخاصة اذا كان محمد صلاح وعمر مرموش بأفضل أيامهم، فمنتخب مصر ممكن إنه يعمل شيء كتير كبير. توقع الشخصي متصدر المجموعة السابعة راح يكون المنتخب المصري، ووصيف المجموعة السابعة راح يكون منتخب بلجيكا. المجموعة الثامنة يلي بتضم إسبانيا، السعودية، الأوروغواي والرأس الأخضر. هاي المجموعة بتعد من أصعب المجموعات ومن أكثر المجموعات يلي بحسها أنا مجموعة نارية. هلا تيجي تسألني ليش؟ منتخب اسبانيا مرعب كتير بالاستحواذ، عنده لاعبين خبرة كتير كبيرة، عنده لاعبين مهاريين ومدربهم ما بيخاف عليه ابدا. اما منتخب الاوروغواي، ما هو منتخب الاوروغواي السوبر ستار ايام زمان. منتخب الاوروغواي ضعف باستثناء كم لاعب، باستثناء فالفيردي نجم ريال مدريد واروخو نجم برشلونة، لكن منتخب الاوروغواي عنده شخصية البطل. اما المنتخب السعودي اذا لعب بنفس الروح يلي لعبها بكأس العالم قطر 2022 فممكن انه يفاجئ الكل، وممكن انه يعمل شيء مفاجأة كتير كبيرة مثل ما فاجأ منتخب التانجو منتخب الارجنتين بمونديال 2022. توقع الشخصي عن هاي المجموعة: متصدر المجموعة الثامنة راح يكون منتخب اسبانيا، ووصيف هاي المجموعة راح يكون منتخب الاوروغواي، لكن منتخب السعودية ممكن انه ينافس على افضل مركز ثالث بهاي المجموعة. المجموعة التاسعة يلي بتضم منتخبات فرنسا، العراق، السنغال والنرويج. هاي المجموعة قوية. منتخب فرنسا مرعب هجوميا بعناصره بأمثال كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، باركولا، عناصر كتير كبيرة موجودة بمنتخب إسبانيا. ممكن إنه منتخب فرنسا ممكن إنه تعمل إنجاز كتير كبير، فهي قوية هجوميا وعندها خبرة البطولات. أما المنتخب السنغالي فهو منتخب خطير بدنيا وهجوميا. وإذا رحنا لمنتخب النرويج فراح نشوف عندهم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، فهذا الشيء لحاله بوجود إيرلينغ هالاند مع منتخب النرويج هذا الشيء لحاله بخوف. اما المنتخب العراقي فللاسف وقع بمجموعه كثير قويه. فالمنتخب العراقي اذا لعب بالقلب فالجماهير العراقيه واللاعيبه العراقيه راح تصنع كثير فارق بهاي المجموعه. توقع الشخصي المتاهلين عن هاي المجموعه: منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعه، ومنتخب السنغال وصيف لهي المجموعه. اما منافسه كافضل ثالث راح تكون منافسه شرسه بين منتخب النرويج ومنتخب العراق. المجموعة العاشرة يلي بتضم الأرجنتين، الجزائر، النمسا والأردن. الأرجنتين بعناصرة وبأفضل عناصرة البرغوث ميسي والمدرب سكالوني مرشحة للنيل لأفضل لقب ولأي بطولة ممكن تشارك فيها. أما المنتخب الجزائري فعنده جودة كتير كبيرة باللاعبين، وعنده خبرة بالبطولات، وعنده مدرب كتير جيد. أما يا صديقي منتخب الأردن، فمنتخب الأردن مجرد مشاركته بكأس العالم 2026 هذا إنجاز تاريخي للكرة الأردنية بحاله. توقع للمتأهلين على هاي المجموعة: منتخب الأرجنتين كمتصدر لهي المجموعة، ومنتخب الجزائر كوصيف لهي المجموعة. المجموعة 11 لكأس العالم اللي بتضم البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان والكونغو الديمقراطية. البرتغال عنده أفضل جيل، أفضل منتخب وأخطر هجوم بقيادة الدون كريستيانو رونالدو. أما كولومبيا فالمنتخب الكولومبي منتخب ممتع بلعب كرة القدم وخطير جدا
في الهجوم. توقع المتأهلين على هاي المجموعة، طبعا المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو راح يتصدر هاي المجموعة، ومنتخب كولومبيا راح يحصل على وصيف لهي المجموعة. المجموعة ال 12 والأخيرة من مجموعات كأس العالم يلي بتضم إنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. المنتخب الإنجليزي عنده أسماء كتير مرعبة، وبدال التشكيلة عنده 3-4 تشكيلات، لكن مشكلة كتير كبيرة يلي بيعاني فيها المنتخب الإنجليزي بكل بطولة هي العقلية وشخصية اللاعب داخل الملعب. أما المنتخب الكرواتي فمستحيل انك تستهين بهذا المنتخب. هذا المنتخب عنده عناصر كتير كبيرة وممكن انه يعمل شيء، وخاصة انه عنده الامير لوكا مودريتش. توقع الشخصي للمتأهلين على هاي المجموعة انجلترا كمتصدرة وكرواتيا كوصيفة لهي المجموعة. برأيي الشخصي بعد ما خلصنا تحليل كل المجموعات منتخب ومجموعة، برأيي الشخصي انه اقوى المنتخبات مشاركة بكأس العالم هي الارجنتين، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، البرازيل وانجلترا. انا برايي الشخصي بتوقع انه الحصان الاسود لكاس العالم رح يكون تنافس بين المغرب وبين تركيا، واحساسي الداخلي بيقول انه هذا المونديال، مونديال 2026، رح يكون مونديال المفاجآت ومونديال الصدمات. وبالنهاية أصدقائي، هاي كانت توقعاتي وتحليلي لمجموعات كأس العالم. وهلأ جدولكم يا أصدقائي، مين تتوقعوا المنتخب يلي ممكن يفاجئ العالم، ومين هو المنتخب يلي راح يحقق اللقب؟ اكتبوا لي آرائكم بالتعليقات، ولا تنسونا من دعمكم. لهون بصل معكم لنهاية هذا الفيديو، بتمنى انه يكون نال اعجابكم. تبقوا بخير وصحة وسلامة.